كنت أناقش رجلا يعني له باع طويل جدا في العلم في مسألة الحكام والخروج عليه. قال جاب لي كلام سمح جميل يعني. قال لي شنو؟ قال لي لو ما خرجنا، لو قلت ما يخرج الحكام جرأتم الحكام على الفساد. كلام منطقي ولا منطقي؟ جرأتم الحكام على الفساد وعلموا أنه لن يخرج عليهم أحد فعاشوا في الأرض فسادا. ده مو يعني انت قلت ما يخرج هاي والناس كلها يعرف ما يخرج. اقول ايوه تمام التمام، ده كويس جدا معانا. الحكام يقولوا كده. وفي هذا فكر منهزم، فكر منهزم وتخاذل. ده هو لو ما بيحترمني وربما كان قال وعماله، لكن ربما خجل مني شويه. والتالي ما شفت نقاش بسيط جدا، ما اخذ معانا نص دقيقه. قلت له كلامك جميل جدا غير أنه يخالف 10 أحاديث نبوية. قلت له بس كلامك جدا لكن نعمل ب10 أحاديث. قلت له دلنا على مخرج لإلغاء هذه الأحاديث والنصوص. قام قلت له ده الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أريده عليه هب أنك حكمت، أنت حكمت، أنا سوف أخرج عنك. قال كيف؟ قلت له الذي يبيح لك أن تخرج على الآخرين ويبيح للآخر ولا يبيح للآخرين أن يخرجوا عليك. تبيح؟ قال لي إذا أبيح. قلت له طيب أنا أحكم، يجي واحد ثاني يخرج علي. لن يستقر للناس حكم ولن يعيش الناس في أمان. قال لي خلاص شوف لنا مخرج. والله زي ما قلت لك، قال لي شوف لنا مخرج. قلت له اخرج عاد. اقول له شنو؟ زي المخرج اخترع لكن لانه قلت له يا اخي هذا فيه اشكال. ثم قلت له دي نقطه حساسه جدا، حاجه ناقشها في مساله الحكام والتفجيرات وكذا، حاجه حساسه. لكن قلت له كلام، قلت له لو انك اخي الكريم اجزت الخروج على الحكام لا تمنع الخارجين عليك. قال لكن انا حاكم بالشريعه. قلت له هو الان يرى انه يحكم بالشريعه. قال لي انا حاكم بالشريعه، وشكل الحكام قاعدين جنبه بيقول احنا نحكم بالشريعه. قال لي لكن ما حدا يحكموا. قلت له بعدين بشوفك ما تحكم. ما هو اشتغل كده ولا اخوانا في حاجه ثانيه ولا كده؟ قال لي بتناقش معه بالطريقه دي. قلت له اخطر ما في ذلك لو انك خرجت على الحكام وازحته، قد لا تحكم انت، قد لا تحكم انت. نعم بس النقطه دي قد يحكم غيرك. طبعا ما صح بتضمن. طيب قتل خالد الاسطنبولي انور السادات، من الذي حكم مصر بعد السادات؟ رئيس الجماعه الاسلاميه، واحد من السلفيين، من الاخوان المسلمين، من البلاغيين، من الحسد. شنو يعني؟ قلت كتبت على هذا شنو؟ قد تجيعه ولا تحكم انت.